بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم النهاردة إن شاء الله يوم جديد وفيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض كفتة، وهنعمل جنبها طحينة، وهنعمل هنحمر بطاطس، وهنعمل اكل بالعيش، يبقى اكل خفيف كده. وفي الاول كده جبت معايا من نص كيلو لتلات ارباع كيلو بصل، قشرته وغسلته وحطيت عليه قرن فلفل حامي، وحطيت فلفل بارد وكزبرة خضراء. هو ده المكونات اللي انا هستعملها النهارده في الكفتة بتاعت النهارده. مش هحط رز مطحون ولا هحط حاجات من دي خالص. هنحط لحمة وفلفل حامي وفلفل بارد، وهنحط بصل، وهنحط عليه البهارات بتاعتها اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي. وحطيت معاهم كده 4 أو 5 فصوص توم عشان تديلها طعم حلو وريحة حلو. انا محضرة يعني شوية فيديوهات جميلة كده للأكل بتاع رمضان، كل يوم فيديو، فيا رب ينال إعجابكم بإذن الله. الكبة كده هنبتدي ان احنا نفرم البصل. هنحط مع البصل فلفلاية كده باردة اهي، وهحط عليها شوية ملح عشان تنزل ميتها. لما انا اصفيها واعصر المية اللي فيها خالص، هبتدي ان انا استعمل البصل ده في ان انا اصبع الكفتة. هتشوف دلوقتي كده. وبعدين نفرم فرم ناعم كده. اتفرمت معايا اهي. وبعدين المصفى كده، ونحط فيها البصل، ونبتدي ان احنا نعصر البصل جامد من المية اللي فيه. طيب، في ناس ما بتعصرش البصل من المية، فبتضطر ان هي تحط دقيق او تحط فيجيتار، بقسماط، لانه الكفتة ما بتبقاش ماسكة نفسها، لان مية البصل بتخليها تفك. فانت هتحط بقى بقسماط او هتحط دقيق وتقدري ان انت تخلي العجينة متماسكة، ماشي. انا ما حطيتش اي حاجة بصراحة. يعني انا عملت كده البصل اهو، عصرت البصل خالص من المية اللي فيه، وابتديت ان انا اعمل عليه اللحمة، ولفتها مع بعضها كده وعجنتها. بصراحة ما احتاجتش ان انا احط عليها اي حاجة اهي. نعصر جامد جامد، هتلاقيها منزلة مية كتير، وبالذات البصل الابيض ده بينزل مية كتير. طبعا في اكتر من طريقة للكفتة. احنا بنعمل كفتة الجمبري، وبنعمل كفتة اللحمة. في ناس بتعمل كفتة سمك. في كفتة ممكن تعمليها باللحمة، بس تزودي عليها رز مطحون. فبتبقى يعني لها طريقة تانية. وفي نوع تاني ان انت بتفرميها في المفرمة اللي هي مكنة البسكوت، بس بتحط بتاع الوش بتاع فرم اللحمة. بتحطي فيها بقى خضار، يعني بتحطي كزبرة، بتحطي بطاطس، بصل، فلفل، وتفرموهم مع بعض وبعدين تصبعيها. برضو دي طريقة تانية. انا خلاص عصرت البصل وحطيته كده في بولة كبيرة. وبعدين هجيب اللحمة اللي عندي. انا جبت كيلو لحمة، وهبتدي ان انا انعمه جامد في الكبة. هو كده كده جاي مفروم، فانا علشان اقدر ان انا اشتغل بيه، انا جبت كده الكبة، حطيت فيها اللحمة حتة حتة كده. اللي في ايدي دي لحمة مش طماطم على فكرة. يعني لو انتوا شفتوها من بره كده تفكر ان انا بحط طماطم، لا، هي اللحمة. فانا بحط حتة حتة كده في الكبة، على اساس ان انا هدور الكبة كده وافرمها جامد اهو. هبتدي ان انا اقعد افرم جامد كده كل شوية، حبة بحبة اهي، عشان ما تبقاش تقيلة على الكبة والكبة معايا تبوظ. طبعا حطيت كزبرة خضرة معاها، حطيت كزبرة خضرة مع اللحمة. ممكن تستغني برضه عن الكزبرة الخضرا، ممكن لو انت مش عايزة تحط كزبرة ما تحطيش، بس هي بصراحة بتديلها طعم جميل قوي. كده حتة حتة كده لغاية ما نخلصها. بعد كده هحط معاها البصل المفروم اللي انا عصرته وطلعت بس البصل بس من غير مية. هحطه معاها واديلها ضربتين
كده. خلاص عملتهم اهوت، شوفوا اتضربوا مع بعض ايه وبقت متجانسة خالص مع بعض. طبعا هضيف بقى الاضافات اللي انا عايزة اضيفها كده. هحط عليهم ايه بقى؟ هحط ملح وفلفل وكمون وكزبرة ناشفة، وهحط بودرة ثوم وبودرة بصل، وهحط معاه نشا وبيكنج باودر. هحط ملح وفلفل وكمون وكزبرة ناشفة، وهحط بودرة ثوم وبودرة بصل، وهحط نشا وبيكنج باودر. والله عايزة تزودي حاجات من عندك زودي، عايزة تحطي بابريكا حطي، عايزة تحطي في بهارات بتبقى للكفتة اصلا بتتباع جاهزة، بس هي مكانتش موجودة عندي، يعني انا بجيبها بس هي مش كانتش موجودة في الوقت ده. فالبهارات اصلا انا حطيتها ما شاء الله ده الطعم جميل جدا. وما تكتريش في البهارات لان الكفتة متبقاش عايزة بهارات كتير عشان طعمها يبان. حطيت كده حبة نشا. نبتدي بقى نعجن ده، بس يعني النشا والبودر والبيكنج باودر اساسي عشان ما تطلعش مكتومة، تطلع كده ناعمة وتطلع يعني ايه هشة كده، ما تبقاش مكتومة. وبعدين هبتدي ان انا اعجن فيها، اقعد اعجن بقى بكل قوتي كده علشان لغاية ما في الاخر تطلع خيوط كده معايا. اهي البيكنج باودر حطيته، ونبتدي نعجن تاني اهو. انا استعملت كيلو لحمة، ممكن ان انا كنت احط نص كيلو بصل، احط كيلو زي ما انت عايزه حطي، بس انا حطيت يعني تقريبا ما بين نص كيلو 3/4 كيلو كده، ما كترتش بصل قوي. بس انت لو عايزه تكتري طبعا، بس يعني ايه يعني الحاجه في الوسط كويسه، يعني ما تكتريش قوي بصل مع اللحمه بحيث ان هي ما تفكش معاكي. عايزه تزودي انت بقى شويه بقسماط زودي، عايزه تزودي شويه دقيق زودي، زي ما انت تحبي بقى. انا عجنت جامد اهو لغاية ما ادتني القوام اللي انا عايزاه. بعد ما خلصت العجن بتاعها هسيبها ترتاح، ما تشتغليش فيها على طول، يعني انت ممكن تعمليها وتسيبها مثلا نص ساعة ساعة لغاية ما ترتاح معاكي خالص. وبعد كده تجيبي بقى ايه معلقة او المسن بتاع السكاكين، وتبتدي ان انت تصبعيها عليها وترصها في صينية. المقطع اللي انا كنت بصبع فيه الكفتة بصراحة انا عمالة ادور عليه مش لاقياه، يعني بصراحة مش عارفة انا صورته على انهي تليفون من تليفونات الاولاد، وعمالة ادور عليه فيهم مش لاقياه خالص. عموما سبتها ترتاح كده، وبعدين جبت صينية ودهنتها زيت، وبعدين جبت سيخ طويل كده كان عندي، وبدأت ان انا اجيب اللحمة ديت اللي هي العجينة بتاعة الكفتة دي، وقعدت اصبعها على السيخ كده واحطها. طبعا في ناس ما بتصبعش على السيخ خالص ولا اي حاجة، بس يعني لما بتكون مجوفة من جوه كده تلاقيها يعني ايه لا شكل حلو كده. فخلاص انا صبعتها. طبعا انا بقول المقطع مش لاقياه، ان شاء الله انا ابقى اعملها مرة تانية، و هوريكم يعني المقطع ده يكون متصور كويس كده وما يروحش مني تاني ان شاء الله. بعد كده انا صبعتها وحطيتها في على الزيت في الصينية، وبعدين دخلتها الفرن. طبعا انا حطيتها على البوتاجاز استوت شوية على نار هادية، وبعد كده دخلتها الفرن احمرت من تحت ومن فوق، وبعدين حطيت فيها فحمية كده عشان تديلها ريحة الايه الشوي. بعد كده حطيتها كده جنبها طماطم وفلفل، وحطيت وعملت بطاطس مقلية ومخلل، وحطيت طحينة، عملت طحينة واكلناها بعيش وبالهنا والشفا. ممكن تعملوها جنب رز بسمتي، وبألف هنا وشفا على قلوبكم، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. ما تنسوش بقى تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يصلكوا كل فيديو جديد، وما تحرمش منكم ابدا، وتصبحوا على خير.